مدربين توانسه كيما نبيل معلول خد من يحيى سمير واي بيان سور يطلع من قيمه الدوري الجزائري اللي في السنوات الاخيره صراحه بدا ياخذ وضعه الطبيعي. امكانيات ماليه كبيره ياسر، تحسنت برشا الامكانيات الماليه نتاع الانديه الجزائريه ولا تسمح لها ان تنتدب مدربين كفاء ولاعبين كفاء. اثنين، البنيه التحتيه في الجزائر في 10 سنوات الاخيره تحسنت بطريقه كبيره برشا صراحه. فما تغيير جذري على مستوى البنيه التحتيه المنتخب للكره القدم الجزائريه. تو الملاعب الممتازه في كل مكان، من الشرق للغرب من الشمال للجنوب، هذا كل يعطيك بطوله ممتازه وبطوله باهيه. فما استراتيجيه طبعا لتطوير الرياضه والبنيه التحتيه الرياضيه في الجزائر، واكبر دليل على هذا هو الملاعب الرائعه التي تم تشييدها. وحكيت لك سمير، تواصلت وقتها مع عثمان نجار لحظه امضاء العقد مع فريق المولوديه، عندهم نهارين يظهر يخدموا. اكد لي انه المركب اللي يدربوا فيه فريق المولوديه مركب بمعايير اوروبيه وخليجيه. نحكيو خليجيه راهو على الامارات وقطر وما يوجد من رفاهيه غادي. هنيئا لهم، هنيئا لهم يعطيهم الصحه، برافو. ان شاء الله احنا كيف نخلطوا ان شاء الله ونوليو كيفهم هكايا وتحسن